اهلا بيكم في رابع فيديو في سلسله فيديوهات جوائز السنه 2025. كنت نزلت 3 فيديوهات على قناه ابيدو في بي، اقوى دسات عربيه واسوأ تراكات واقوى البومات. والنهارده هنتكلم عن اقوى رابرز في 2025. دي النسخه الرابعه من الفيديو ده، وفيديو النهارده هيكون مميز لان لاول مره مش هيكونوا 10 رابرز بس، هيكونوا 11 عشان يكملوا تشكيله. الفكره دي كنت عملت حاجه مشابهه ليها من 3 سنين، بس عملتها على لعبه بيس، وكنت مخلي المراكز حسب البارات. يعني مثلا الجوكر فوق فالجوكر يبقى مهاجم، يوسف كان عامل البوم اسمه مذكرات حارس مرمى فكنت موقفه حارس، مروان موسى طويل فكان واقف مدافع كده يعني. لكن هنا لا، الاختيارات هتكون حسب المراكز. يعني كل ما كان مركزك في الترتيب مثلا العاشر او التاسع او الثامن، فانت كده ايه، هتكون في مراكز الدفاع، وهكذا كل ما تتقدم كل ما تبقى في مراكز اعلى. ده لان نظام الترتيب النهارده هيكون حسب الاجوان اللي هي عدد التراكات المترشحه لفيديو اقوى 25 تراك، ومترشحه لانها مش شرط تكون موجوده في الفيديو، لكن على الاقل اترشحت انها تكون موجوده في الفيديو. كنت نزلت فيديو لسه امبارح عن التراكات المرشحه. الفيديو كان فيه اهم تراكات اترشحت سواء صعدت او ما صعدتش، يعني كان في كواليس ازاي بعمل فيديو اقوى 25 تراك. نزل على قناه ابيدو في بي برده، فهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن لو حابب تروح تشوفه. عامه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس على الانستجرام، ويلا بينا. قبل ما نبدا بالتشكيله نبدا باللي بره القايمه، واللي هم كان ممكن جدا يكونوا موجودين لكن ما لهمش مكان في القايمه، لان هم جامدين قوي السنه دي بس مش لدرجه ان هم يكونوا في التشكيله. ودول هم 3 اسامي: موسى سام واللي كان مترشح له 3 تراكات، حسين كان مترشح له برضه 3 تراكات، وفليكس واللي كان مترشح له 4 تراكات، لكن رغم كده هو مش موجود. وعلى الدكه هنلاقي 4 اسامي. الاربع اسامي دول كانوا موجودين السنه اللي فاتت ومش موجودين السنه دي، سواء بقى بسبب ان مستواهم نزل او بسبب ان الانتاج قل، وده غالبا عند كل الموجودين دول انتاجيتهم قلت، فبالتالي عدد التراكات المرشحه ليهم قلت، فبالتالي مش موجودين في القائمه. فمثلا هنلاقي سابع وسادس السنه اللي فاتت كريم جي وان زيزو كانوا موجودين السنه اللي فاتت عشان كانوا عاملين اعمال قويه جدا. السنه دي الانتاجيه قلت عند الاثنين وخصوصا كريم جي، فبالتالي ما بقوش موجودين في القائمه. نفس الكلام بالنسبه للمركز الثالث والرابع: مروان بابلو والجوكر. مروان بابلو والجوكر من اتقل الاسامي في السين، اكتر اتنين عندهم جمهور تقريبا في الراب سين بعد ويجز. لكن رغم كده مروان بابلو والجوكر مش موجودين في القائمه، لان ببساطه مروان بابلو عامل 5 تراكات والجوكر عامل 4 تقريبا. فاصلا لو افترضنا ان كلهم جامدين قوي وكلهم مترشحين لاقوى تراكات في 2025، ده مش كفايه انه يخليهم في القائمه اساسا. ودلوقتي نروح للتشكيله الاساسيه واللي فيها في حراسه المرمى ابو الانوار. ابو الانوار مترشح ليه السنه دي 4 تراكات، وهو تراجع 6 مراكز لانه كان في المركز الخامس السنه اللي فاتت، لكن ده برضه بسبب قله الانتاجيه وبسبب ان ما كانش فيه تراكات قويه كتير زي السنه اللي فاتت. في المركز العاشر بقى اسم اول مره يكون موجود معانا هو مسالم. مسالم كنت اتكلمت عنه السنه اللي فاتت في فيديو اقوى تراكات، مش فاكر كان تراك ايه اصلا، بس يعني انا فاكر ان انا اتكلمت عنه. لكن هو السنه دي بجد عامل رقم للتاريخ. يعني سيبك من عنده كام تراك مترشح لاقوى تراكات، هو عنده اصلا 18 تراك. ده اللي انا واثق منه. ممكن يكون عمل فيتشرز اصلا وانا ما سمعتش عنها، بس اللي هو نزله على قناته 18 تراك، فظرت انتاج. وبص تراكات معظمها قويه جدا، ولو انت شفت فيديو الكواليس فهو ده الاسم اللي انا ما رضيتش اقول عليه في الفيديو. اما قلبين الدفاع فهم اسمين اقوياء جدا، لكن رغم كده موجودين في الدفاع. عامه الاسمين هم بجد اسامه وارسنك. ارسنك وبجد اسامه اسمين اقوياء جدا، وخصوصا السنه دي ارسنك عامل ريمونتادا مش طبيعيه. يعني انا السنين اللي فاتت كنت بتكلم ان ارسنك اللي احنا عارفينه اختفى، ارسنك بقى فنان تجاري اكتر. لا، السنه دي ارسنك مش عايز اقول رجع ارسنك بتاع زمان، بس عامل تركات قويه جدا، متنوعه جدا، غنيه جدا. مش عارف انا بقول ايه عامه، بس ارسنك كان جامد قوي السنه دي. ونفس الكلام بالنسبه لبجد اسامه اللي طلع بسرعه الصاروخ. يعني انا بجد بستغرب لما بلاقي ناس بتقول ان هو الحصان الاسود او هو نجم المستقبل او الكلام ده. انا شايف ان هو خلاص بقى فنان كبير الصراحه. يعني الكلام ده كنا بنقوله في السنتين اللي فاتوا، لكن حاليا هو قدر يمسك فورمه خلاص، فاهم؟ يعني بقى عنده قاعده جماهيريه وبقى بيعمل تراكات بمستوى ثابت او متصاعد كمان. فانا ما بحبش الصراحه حته ان هو احنا نقول فنان صاعد دي خلاص، يعني فاهم؟ نفس الكلام لسه بيتقال على ارسنك اصلا اللي بقى له 50 سنه، فمش فاهم. نفس فكره محمد هاني كله. فدول الثلاثه اللي ورا بحب العب 3-5-2. ونروح بقى للوينجات. عندنا ويجز ومهاب. ويجز رغم ان هو منزل 3 البومات السنه دي او البومين واي بي يعني، لكن مترشح له 6 تراكات كده. مش هنتكلم كتير، خلاص اتكلمنا عن معظم التراكات اللي نزلت فمش هبرر. والوينج الثاني مهاب كان موجود السنه اللي فاتت وكان في المركز التاسع، فهو تقدم 3 مراكز، ففعلا ده بيأكد ان مستواه تصاعدي
وفي المركز الخامس عفروتو كان بقاله سنتين 3 في المركز الثامن، كان ماضي اسمه على المركز الثامن ما بيمشيش منه، لكن لاول مره عفروتو اخيرا بيتقدم في المراكز وبيروح للمركز الخامس. وده لانه السنه دي رجع لعفروتو الحقيقي، عفروتو اللي بيغني اللي هو حاسه، ما بقاش كوميرشال زي الاول. وخط النص الثاني هو سانتا السنه دي تراجع 3 مراكز وكان في المركز الاول السنه اللي فاتت، وده طبعا بسبب برضه قله الانتاج. سانتا السنه دي ما نزلش تراكات كتير، مع ان على فكره سانتا منزل 9 تراكات مترشح منهم 6. عامه صانع اللعب في الفرقه دي هو ليجاسي. اتمنى ما حدش يختلف معايا في اختياري لليجاسي في المركز ده، لانه بيملك الخصائص اللي تخليه لا بجد هو بجد عامل السنه للتاريخ دي بالنسبه لي، احسن سنه في تاريخ ليجاسي، سواء كغزاره انتاج او كتنوع في التراكات. اول سبب اللي مخليه فعلا في المركز ده بالنسبه لي هو الالبوم اللي نزله في اول السنه. اما بقى قلبين الهجوم، بس انا ما بحبش العب باثنين سترايكرز، بلعب بمهاجم وهمي وقدام مهاجم صريح. المهاجم الوهمي هو مروان موسى بجد عامل موسم للتاريخ، اكتر من 40 تراك. البوم الراجل الذي فقد قلبه بجد للتاريخ، من اقوى الالبومات في تاريخ الراب سين، ومن اقوى الالبومات اللي ممكن تسمعها في حياتك عامه. وكان مترشح له 15 تراك، ده اكبر رقم عمله اي حد موجود في القائمه دي باستثناء المهاجم الصريح ابي يوسف مترشح له برده 15 تراك، رغم انه ما نزلش السنه دي غير 24 تراك تقريبا. فكون انت من 24 ترشح لك 15 جامد قوي الصراحه. وعامه دي مش اول سنه ابي يوسف يتصدر فيها الترتيب، خصوصا ان انا شايف انها محسومه الصراحه لو هتكلم كراب بس يعني اصلا. لكن انا بقيت مرن اكتر وبدخل جميع انواع التراكات اللي بتنزل عشان الاقي اصلا 10 احطهم في القائمه دي، لان لو ما عملتش كده مش هلاقي غير 5 6 اسامي اصلا. فما علينا، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. استنى فيديو اقوى 25 تراك وقول لي توقعك لجوائز السنه زي السنه اللي فاتت. قول لي هيبقى ايه اقوى تراك، اقوى فيت، اقوى كليب، اقوى هيت، واقوى ديس. ده يبقى اول مره السنه دي، لان السنه دي كان في ديسات كتير، فخلاص بقى نعمل جائزه اقوى ديس. توقع لي ال5 دول في الكومنتات، ولو يقدر يتوقع ال5 صح هيكون موجود معانا كاقوى فان زي السنه اللي فاتت، وهيظهر في اخر الفيديو بقى عشان ما حرقناش الفيديو. بس كده، سلام.